بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوان والأخوات، تحياتي لكم. في هذا الموضوع هذا غادي نتكلم على كما كنشوفوا في المواقع ديال أن المراكش حرقرونا. المراكش حرقرونا على صراحة في المباراة ديال النسوية اللي كانت ما بين الجزائر والمغرب. يعني صراحة كانت واحد المباراة قاسية لدرجة كبيرة، 4-0، وكان المباراة تقدر تمشي أكثر، 6 7 حتى 10 الأهداف، ولكن لطف الله، لأن الكولسة والقجاع هما اللي كانوا السبب. هذه هما الطريقة باش كيهضروا، ما هضروش على المباراة. هذيك الصحافة ديال زيكو ما هضروش على المباراة ولا الأسباب والمشاكل باش يحلوها، باش أنهم يوصلوا المشاكل اللي كيعاني منها هي الفرق ديال الجزائر، سواء المنتخبات اللي كتعاني الأمرين. يعني المغرب من المونديال هو غادي لقدام، يعني صراحة ديما غادي الفوق الحمد لله، والراية ديالنا كتهز، والخريطة المغربية تزادت مع الراية. يعني لربما غادي نديرو نص خريطة ونص راية، يعني غتكون الراية تهز الراية معها الخريطة. هذا هو اللي غادي يكون، واكيد غادي يكون في اي مباراة او لا في اي حفلات دولية داخل المغرب ولا خارج المغرب ولا في افريقيا ولا في العالم، الراية غادي تكون مرفوعة مع الخريطة. فيما كانت الراية غادي تكون الخريطة، وفيما كانت الخريطة غادي تكون الراية، وفيما كان المغربي غتكون الراية والخريطة معاه. مشاو كيهضروا كيقول لك بان علاش المنتخب المغربي النسوي ما دخلش بالخريطه، ما يعني من الغباء ومن الكلاخ. يعني صراحه خرجتوا على ذيك الشعب وعلى الاطفال اللي يعني ما خليتوهم، سبحان الله. يعني كلشي كيتشفى فيهم وكلشي كيهضر عليهم، يعني كلشي كيهضر عليهم صراحه. كيقول لك لدرجه ان هاد الناس هذا ولاو مقموعين ومكروهين في عديد من الدول. كما كنت كنشوف واحد الروبورتاج كانوا دايرين واحد المصري هنا، يعني كيسول الناس في الشارع في اوروبا، في ايطاليا خصوصا، كيسول الشارع شكون البلد اللي كيعجبك، اللي كيقول المغاربه. الاغلبيه قالوا المغاربه، ومنهم كانوا كيقول لك المصريين. ملي كيسولهم على الجزائريين كيقول لك لا الجزائريين ما. هذا كيسول الاجانب، ما كيسالش المغاربه. كيقول لك كتجربتي مع المغاربه، يعني المغاربه احسن والمصريين. ما كيهضرش على الجزائريين. كيقول لك الا جبتي ليه الجزائري كيقول لك لا، يعني يرفض بتاتا. لهذا هذيك الصحافه ديالكم راه خرجت عليكم، وهذوك الحكام ديالكم ديال المراديه خارجين عليكم صراحه. خليكم يعني تعنيوا الامرين. واش غادي نقول لكم؟ يعني كنتاسف، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في البلاطوهات ديالكم واحد الشبهه، يعني باش انكم تهضروا على الواقع ديال الرياضه ديال المغربيه مع المقارنه مع الرياضه الجزائريه، وانكم تحاولوا تغيروا من الطريقه ديالكم وتحاولوا انكم تستافدوا وتكون عندكم واحد الرؤيه للقدام. لا، كيهضروا لك علاش الخريطه وما يقدرش وما عرفت شنو. يعني غباء، هذا صراحه غباء، بانه الانسان هذا كيهضر على الخريطه ومخلي بان الفريق ديالو علاش خسر وعلاش تهزم، وعلاش الكره الجزائريه ما بقاتش كتحسن من المستوى ديالها وكتغير من طريقه اللعب ديالها. لهذا بقاو تابعين للقجع وتابعين للخريطه، وراه غادي توصلكم على الهلاك. بقاو تابعين للمغرب، راه غيوصلكم غتدخلوا في حيط، يعني غتدخلوا في حيط. بقاو تابعين للمغرب، بقاو حاضرين للمغرب وحالين فهمكم. ما شاء الله على المغرب، وما شاء الله على ملكنا، والله الوطن الملك فيما مشيتي، واحب من احب وكره من كره. كما كيقول لك الزين يحجم على زين، والخايب الله هداه الله. ماشي خايب في المظهر، خايب في قلبك، قلب ديال الانسان صراحه. لا حول ولا قوه الا بالله.
كان بعض منكم بعض الناس يعني ديك الصحافه ديالكم يعني كتوهمكم وكتوهم راسها بانهم راه قوه عظمى. عباد الله كاين شي رئيس كيهضر بديك المستوى، كيهضر بديك الاسلوب، ما عمرني شفت انا رئيس، يعني رئيس جمعيه اللي جمعيه بسيطه وهذه كيعرف يهضر احسن منه، عنده واحد المستوى ثقافي يعني صراحه والله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. كنت اسول ديك الصحافه زيكو اللي داخله خارجه وغادي نربحوا وغادي نديروا وحنا في الطاس وحنا الملف ديالنا قوي وحنا غادي نشوفوا مع بركان غادي ان شاء الله، ماشي غدا اليوم غادي نشوفوا المباراه ما بين الاهلي وبركان، وتصوروا بان بركان غادي يشجعوها 40 مليون، لا من صغير ولا من كبير، 40 مليون غادي يشجعوا الاهلي كانه منتخب مغربي. تصور ان 40 مليون غادي تشجع فرقه، يا فما بالك انه لك المنتخب. وصراحه الدراري ديال المنتخب متالقين في جميع البطولات، يعني المنابر الاعلاميه الرياضيه كامله كتهضر على المغاربه. ابراهيم دياز دوز واحد المباراه رائعه بالامس، يعني كان طوب. ايوا نتمنى لكم ربي يهديكم والتوفيق للمغرب، والمسيره غاديه لقدام ان شاء الله، والله الوطن الملك.